هنعمل ايه؟ هنعمل اللي احنا بنعمله كل مره. هنشجع الزمالك. هنستنى تذاكر ماتش سموحه تنزل وهنخلص التذاكر وهنروح كلنا استاد برج العرب. عادي. لعبنا ماتش وحش امبارح، لعبنا ماتش زي الخرا. خسرت حاجه لسه. كسبت حاجه برضو لسه ما كسبتش حاجه. لكن عايزك تفتكر يا صاحبي. افتكر نقاشاتنا كانت عامله ازاي لغايه شهر يناير، لغايه نهايه افريقيا، ونقاشاتنا دلوقتي شكلها عامل ازاي. لغايه شهر يناير كنا بنقول يا عالم هنلحق المركز المؤهل للكونفدراليه ولا لا. صح. دلوقتي انت وضعك ايه؟ دلوقتي باقي 20 يوم على نهايه السيزون، 4 ماتشات، وانت لسه في صداره الدوري ومصيرك بايدك، ووصلت فاينل كونفدراليه. وغريمك المنافس بتاعك كنت في اول السنه ما بيننا وما بين بعض بنقول ان هو هياكل الاخضر واليابس. وضعه ايه دلوقتي؟ تالت دوري، والله اعلم هيفنش ايه، وخرج من كل البطولات التانية. انا ما بحبش ازايد على حد. انت يا عم عايز تغضب وتشتم وتسب، حقك يا براحتك. بس انا صاحبي مش هعمل كده. ليه مش هعمل كده؟ عشان مفيش حاجة اتغيرت. انت بس اللي المكاسب اللي ورا بعض اللي خلتك تشوف حاجات مش على حقيقتها. معتمد جمال مش مدرب كبير. معتمد جمال هيتأثر نفسيا في الماتشات الكبيرة وفي الأوقات الحاسمة، وقدراته الفنية مش أحسن حاجة. إيه الجديد؟ طب ما هو ده معتمد جمال من أول ما جه لغاية دلوقتي، هو نفس معتمد جمال بنفس قدراته. ما كنتش تشيله على كتفك بقى وتطلعه السما عشان كسب كام ماتش. مفيش حاجة اتغيرت فيها نجم. هو نفس المدرب بنفس مميزاته لو ليه مميزات، بنفس عيوبه لو عنده عيوب، وهو بيكسب وهو بيخسر. عبد الله السعيد لعيب مشطب ومفلس وما ينفعش ينزل يا راجل. انت اكتشفت بس النهارده ان هو عنده 40 سنه. عبد الله بيلعب بنفس الاداء من اول السيزون لغايه النهارده، مفيش اختلاف. عنده 40 سنه من اول السيزون، يعني كبر كام شهر يعني بس مش اكتر. انت اللي وجهه نظرك وكلامك بيتغير وقت المكسب او وقت خساره. شايف ان عبد الله مبطل ومفلس، كنت تشوف ده من اول السيزون لغايه اخره. مش وقت المكسب اسطوره ووقت الخساره مشطب. حسام عبد المجيد بايع الماتش. طب ما كان يبيع السيزون كله نجم. ليه هيبيع الماتش ده يعني بس؟ حسام عبد المجيد لعب ماتش خرا، لعب ماتش زي الزفت، كان ناقص يبيع مخدرات في الملعب. لكن حسام عبد المجيد ده افضل لاعب في سيزون الزمالك كله. انت متضايق منه عشان مش عايز يجدد. هيروح السنه اللي بعد اللي جايه بعد ما يخلص عقده هيروح الاهلي، هيطلع كوبري ويرجع الاهلي، معرفش، ممكن. لكن ده ملوش اي علاقه باني اتناسى ان اللاعب ده هو النجم الاول للفريق طول السيزون. في حاجات نتكلم فيها، يعني مثلا ناصر منسي. لا، ناصر منسي اتغير. ناصر منسي اللي كان بيلعب في اول السيزون مختلف عن ناصر منسي اللي بيلعب اخر شهر ونص شهرين. شاف نفسه، حس ان هو نجم، عايز يثبت ان انا لا، ده انا مش ماشيه معايا، ده انا لعيب كبير. فاداؤه اتغير. ده دوس عليه، ده اقرص، ده اقول له اصحى فوق، لانه فعلا اداؤه اتغير. مش هو دوت اللي كان بيلعب اول السيزون. لكن المدرب، باقي اللعيبه هم. طبيعي لعيب كوره عادي هيلعب ماتشات كويسه وهيلعب ماتش دروب وهيرجع تاني يلعب عادي، بس هو مستواه هو تقريبا ما اتغيرش. فكل واحد يعمل اللي هو عايزه. من حق كل مشجع ان هو يعبر عن غضبه ودعمه بالطريقه اللي هو عايزها. انت شايف ان غضبك ده دعم، حقك. ان شتمتك للعيب ولا 2 ولا 3 ده دعم، براحتك. انا مش هزايد عليك يا عم، بس انا مش هعمل كده. انا عندي 4 ماتشات، 4 ماتشات عمي. واحد فيهم بره مصر و3 في مصر. انا هروح الماتشات، هشجع الفرقه من اول دقيقه لاخر دقيقه، واخر السيزون نتحاسب. ووجه غضبك للمكان الصح. يعني حتى اخر السيزون لو ربنا ما اردش وما عرفناش ناخد اي حاجه، وجه غضبك للمكان الصح، مش للعيب، مش للمدرب. انت عارف غضبك المفروض يتوجه فين. انت مشجع فاهم وذكي. المدرب هو دي امكانياته، اغلب اللعيبه هي دي امكانياتها.
في لاعب 2 3 4 عندهم احسن وبيتهاونوا ماتشات، ده دوس على وشه وطحنه في اخر السيزون. لكن اغلب اللعيبه هي دي اخرهم. المدرب هو ده اخره، هو ده تمامه. ما ضحكش عليك وقال لك انا بيب جوارديولا يعني. لكن في ناس تانية قاعده فوق، هم دول اللي يستاهلوا الغضب بتاعك. المؤجل اللي المفروض يتاجل لغايه اخر السيزون برضه، لان من النهايه مش هيعمل حاجه. هو من هنا في ال 20 يوم الجايين دول هو مش هيعمل اي حاجه جديده يعني. وعشان كده بالنسبه لي اعظم حاجه حصلت امبارح هو تصرف جمهور الزمالك، سواء الرابطه او الجماهير العاديه، في نهايه الماتش. اغلب الناس فضلت في المدرج، في ناس مشت طبيعي، الناس غضبانه في اخر بعضها وطلعت. لكن اغلب الناس قعدنا، يعني انا وغيري وكل المجموعه قعدت. ومش بس قعدت، دي هتفت للفريق، هتفت للنادي، اللي هو اصحى فوق، انا معاك في الاربع ماتشات الجايين. هو نفسه كلاعب مليون المية مش عايز يضيع كل المجهود اللي هو عمله خلال السيزون ده، مليون المية. ففكر بعقلك، شغل دماغك. اللي ناقص مش كتير، حلو ووحش مش كتير، هما اسبوعين 3 عديهم يا صاحبي. اعمل فيهم اللي احنا بنعمله طول عمرنا ورا النادي، ونمسك في بعض في اخر السيزون.